السلام عليكم ومرحبا بكم في أول حلقة من بودكاست أجي نقولك. أنا نجوى وجيت سعيدة باش نطلق ونشارك معكم هذا المشروع، وشكرا بزاف لأنكم خديتوا من وقتكم وقررتوا تسمعوا لي. هذا المشروع ماشي غير فكرة جاتني البارح، بل كنت كنخطط ليه من مدة. فهذا البودكاست بغيته يكون فضاء مفتوح للنقاش، تبادل التجارب والتحفيز، خصوصا للطلبة والشباب اللي باغين يطوروا راسهم، سواء في الدراسة، في المسار المهني مستقبلا، ولا في تطوير المهارات اللي ولات ضرورية في هذا العصر. أنا كان آمن أن كل واحد فينا عنده القدرة يصنع المستقبل ديالو بيديه، غير خاصك تعرف تختار الطريق ديالك وتطور مهاراتك وما تخلي لا الخوف ولا الصعوبات يوقفوك. كل خطوة كديرها اليوم راه هي اللي غادي تحدد البلاصة اللي غادي توصل ليها غدا. ومن خلال هذا البودكاست بغيت نعاونك تاخذ هذه الخطوات بثقة ومعرفة. دابا غادي ندوزو بالضبط شنو هما المواضيع اللي غنهضروا فيها في هذا البودكاست. اجي نقولك، عندنا مسارات الدراسية بعد البكالوريا، المنح الدراسية وكيفاش تقدم ليهم، تجارب ديال الطلبة المغاربة في داخل المغرب وخارجه، عندنا المهن والمهارات المطلوبة في المستقبل، تطوير الذات واستغلال الفرص. وبيان سور ما غاديش نكون بوحدي، غادي يكونوا معايا ضيوف مميزين باش نتعلموا من تجاربهم ونستافدوا كاملين. اما دابا فبغيت نبدا بعلاش سميت البودكاست بهذه السميه. اجي نقولك، يمكن لأن بكل بساطة هذه الجملة كتعبر على روح الفضول وحب المعرفة في حياتنا اليومية. ملي شي حد كيبغي يشارك معنا شي معلومة أو نصيحة، غالبا ما كيبداو بأجي نقولك. هذه الكلمة فيها دفء وقرب ورغبة في نشر الفائدة، وهذا بالضبط اللي بغيت نوصل في هذا البودكاست. يكون فضاء ديال تبادل الخبرات، نصائح، تجارب بطريقة حقيقية وقريبة من القلب. فكل يوم أحد غادي تكون حلقة بحال جلسة زوينة بيني وبينكم، نتعلموا فيها ونفتحوا آفاق جديدة لحياتنا ومستقبلنا. دابا غادي ندوزو شكون أنا والمسار الدراسي ديالي. أنا نجوى، خريجة بكالوريا آداب وعلوم إنسانية سنة 2023. دابا طالبة وكنقرا في السنة الثانية في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، تخصص الدراسات والأدب الألماني. كيف ما كتعرفوا، الانتقال من الثانوية للجامعة ماشي سهل، وكان ضروري نتعلم كيفاش نتأقلم ونأقلم راسي مع نظام جديد ومحيط جديد. من خلال هاد التجربة عرفت شحال مهم يكون عندك تخطيط ذاتي وتعتمد على راسك باش تطور قدراتك وتواجه التحديات اللي كتجي مع الدراسة الجامعية. بالموازاة مع الدراسة عندي شغف كبير باللغات، وهادشي اللي خلاني نأسس منصة ملتي لونغ، اللي هي منصة لتعلم اللغات عن بعد، موجهة للناس اللي باغين يطوروا مستواهم اللغوي بطريقة حديثة وسهلة. علاش درت هذا البودكاست؟ من خلال تجربتي كطالبة لاحظت واحد الخصاص كبير في المعلومات اللي كتوصل للتلاميذ ولا للطلبة، ونقص حتى في التوجيه للأسف، خصوصا في مواضيع بحال كيفاش تخدم المنح الدراسية، كيفاش تختار التخصص المناسب ليك، وكيفاش تواكب سوق الشغل بمهارات جديدة. بزاف ديال الطلبة كيتخرجوا ولكن كيلقاو راسهم تالفين وتايهين في سوق الشغل، حيث الواقع كيطلب مهارات عملية أخرى ما كنتعلموهاش بالضرورة في القراية للأسف. لهذا السبب بالضبط فكرت نخلق هذا الفضاء باش نشارك معكم المعلومات اللي كنت كنتمنى نلقاها أنا من قبل، ونجيبوا ناس عاشوا تجارب مختلفة باش نستافدوا كاملين من قصصهم ونصائحهم. شنو يمكن تستافدوا من هذا البودكاست؟ كل حلقة غادي تلقاو فيها نصائح عملية على الدراسة والتخصصات، معلومات دقيقة على المنح وكيفاش تترشح ليها، قصص واقعية ديال طلبة مغاربة قراو في المغرب ولا برا، مواضيع المهارات المستقبلية بحال التواصل، التفكير النقدي، التكنولوجيا وغيرهم من المواضيع. بالمختصر، كل حلقة غادي تكون عندها قيمة مضافة ليك، سواء كنت باقي في الثانوية كتكمل في الجامعة أو كتفكر حتى تبدل مسارك المهني أو الدراسي ديالك. دابا وصلنا للخاتمة، كيفاش تشاركوا معنا؟
حيت هذا البودكاست معمول لكم نتوما، بغيتكم تكونوا جزء منه. اذا عندكم اي سؤال، اقتراح لموضوع معين او حتى تجربه زوينه بغيتوا تشاركوها معنا، مرحبا بكم. تقدروا تبعتوا لي على الانستغرام ديالي او تخليو تعليقاتكم على البودكاست، وانا غادي نجاوب على كل رساله ان شاء الله. ما تنساوش الحلقه الجايه غادي تكون مع اول ضيفه لينا، إيمان، اللي عندها تجربة رائعة ما بين رومانيا وفرنسا، ودابا كتكمل الماستر ديالها حاليا في بلجيكا. غادي نهضروا معها على كل تفاصيل المسار ديالها، الصعوبات والنصائح اللي عندها لكم. شكرا بزاف على حسن الاستماع، وتابعونا وخليو ديما عندكم العقلية ديال التعلم والتطور والطموح. السلام عليكم، ونتلاقاو في الحلقة الجاية إن شاء الله.